أسباب ومعوقات وصعوبات وحلول ومشاكل. درسنا دراسة كاملة الآن، لكن الدراسة بتضل محدودة. بدنا نوسع الدراسة على مستوى الأهالي. يجب تضافر الجهود أكثر من ناحية تنسيق هاي الفعاليات. نحن مدراء مدارسنا صاروا تركيا في مخيم. الإشكالية بيننا وبين المدارس مستعدة أن تعمل كتعليم حر، لكن تريد بديل مالي. أمن لنا البديل المالي، ونحن لا نريد أن نذهب إلى النظام. لكن هذا الأمر أيضا نحن عندنا إشكال، نحن لا نستطيع أن نؤمن بديل مالي أو أن نطالب به طالما المدارس تابعة للنظام. فمسألة دور وتسلسل. هم لا يتركون النظام حتى نؤمن بديل مالي، ونحن لا نستطيع أن نؤمن بديل مالي أو أن نطالب ببديل مالي حتى يتركوا النظام. الارتباط ما بين المدرسين مع النظام كانت بقرار من مديرية التربية الحرة. يعني التعليم الحر أصدر قرار بقطع علاقة المدرسين الذين يعملون لدى النظام عن علاقتهم بالنظام، وأما لهم استطاع أن يؤمن رواتب ولو كانت قليلة لهؤلاء المدرسين. فقد أقر الحاضرون النقاط الآتية: أولاً، تعاون الموقعين على المحضر مع مديرية التربية لتسهيل إشرافها المباشر على المدارس التي ما زالت تخضع للنظام، مع المحافظة في الوقت نفسه على أجور العاملين التي يتقاضونها من النظام. ثانياً، إعطاء الصلاحية التامة لمدير المدرسة في تسيير شؤون مدرسته والمساعدة في مراقبته والإشراف على أمور المدرسة من قبل مديرية التربية أو مكتب التربية في المجلس المحلي الذي تتبع له المدرسة، ومحاسبة الكادر الإداري أو التعليمي في حال حصول أي تقصير في أداء مهامه. ثالثاً، منع الفصائل الثورية أو الأشخاص أو أي جهة أخرى من التعدي على المدارس أو التدخل المباشر في شؤونها، والتشاور مع المديرية والمحاكم الشرعية لحل الإشكاليات الحاصلة فيها. رابعاً، ضرورة تسهيل المجالس المحلية والفصائل الثورية لعمل مديرية التربية من حيث الإشراف على المدارس والحصول على الإحصائيات والدراسات المطلوبة من المدارس التي ما تزال تتبع للنظام. خامساً، منع افتتاح أي مدرسة إلا بعد الرجوع إلى مديرية التربية الحرة والحصول على موافقة خطية بذلك. يأتي هذا الاجتماع في سياق مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التي ننوي أن نقوم بها مع المجالس المحلية من أجل تفعيل التعليم في المدارس التي المقامة على أرض حمام الحرارة. بدأنا من الغاب، كونه أنه أكثر العائدين من النزوح كان في منطقة الغاب وخصوصا في منطقة الغاب الشمالي. بدأ الناس يتوافدون إلى قراهم ويعودون، وبدأوا يعودون إلى استصلاح أراضيهم واستصلاح بيوتهم، وبدأت الحاجة إلى إنشاء مدارس من أجل تأمين التعليم لهم. هذا الأمر يساعدهم في البقاء في هذه المناطق في قراهم. بدأنا بالتواصل مع المجالس المحلية للتعاون من أجل ترميم المدارس وتأمين مستلزماتها، ومن أجل التنسيق فيما بيننا من أجل تشكيل المدارس واختيار الكادر التدريسي المستعد للقيام بهذا العمل. قمنا باجتماع مع مديرية التربية والعديد من المدرسين المتطوعين والعاملين في المدارس ريف حماة الغربي. ناقشنا الواقع التعليمي والمشاكل والصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه التعليم، وتوصلنا لاتفاق مع عدد من المدرسين وعدد من الفصائل الموجودة على الأرض لتجاوز هذه العقبات إن شاء الله في العام.